صعبت عليكم بصراحه، ولكن مره ما كنبغيش نغلب بزاف باش ما تنساونيش من التعاليق، من الدعم ديالكم، من التشجيع، من اي حاجه. وانا اي حاجه عرفتها كنشاركها معكم، لا من وصفات، لا من لي ماسك، لا من لي كوماج، من اي حاجه كتعلق لا بالجمال لا بالطبخ. المهم ما ناسياكمش. بالنسبه اليوم جيت بواحد الفيديو اللي جديد بصراحه. عمري ما شاركت معكم شي وصفه ديال الشعر بحال هكا، شي ماسك اللي هو زويون وكيغذي الشعر في نفس الوقت وعنده منافع كثيره. خصوصا اللي شعرو ناشف ضروري من الماسك نتهلاو في شعرنا. بالنسبه لهذا الماسك خصو يعتمدوا الولاد والبنات. ما تقولوش الولاد نسيتكم ولا شي حاجه، بزاف ديال التعارف كنلقاهم تيقول لك لا نسيتينا ماكا. انا ما نسيت حتى شي واحد. المهم هذا الماسك نتوما اعتمدوه، كنحتاجو فيه حتى شي حاجه اللي صعيبه. بنانه تكون طايبه مزيان، يستحسن تكون طايبه مزيان. معلقه ديال الزيت العود ولا زيت الكوكو ولا زيت ارغان ولا زيت الويفيرا ولا زيت القروع. المهم اي زيت ولا جيلان سمسم، اي زيت متوفر عندكم. الا كانوا يستحسن عندكم هاد الزيوت كاملين دمجوهم مع بعضياتهم. ما كانش اعتمدوا غير زيت الديارات، هي الاصل وباقي تقليد. معلقه ديال زيت العود وعندك زرع الكتان واي حاجه متوفره عندكم ضيفوها. بالنسبه للدهان مستوت انا اعتمدت 2 معالق بحال هكا على حساب كثافه الشعر ديالكم. ممكن ديروا 3، ممكن ديروا 4. هذا هو القوام ديال زرعه الكتان. كنحصلوا عليها بهذا الشكل. هذا القوام كتكون هكا عاقده، كنحاولوا نصفوها ونضيفوها للخليط ديالنا. هي راه عندها منافع كثير على الشعر، على الجمال، للذات ديالنا بصفه عامه. راكم عارفين عندها منافع كثيره. يستحسن تكون في هذه الوصفه. من الافضل ما كانتش ديروا بلاصتها البيض. انا البيض ما كيعجبنيش الريحه ديالو مزفريه، لهذا اعتمدت زرعه الكتان بلاصه البيض. الناس اللي كتفضل البيض يعتمدوا البيض. حنا كنعتمدوا اللي متوفر عندنا في المنزل وفي الدار وكلشي متواجد. يعني كنمشي نديروا شي حاجه ما كايناش ولا عندكم شي فيتامين اعتمدوه حتى هو قطرات منه. الاختيار كيبقى ليكم. اللي متواجد عندكم كتضيفوه هكا، كنساليو وكنحصلوا على ماسك زوين. لا داكشي اللي عندنا في الدار كنعتمدوه. ما نجهدوش على راسنا ونجيبو شي حاجه ونكلفوا على راسنا شي حاجه ما كايناش. اي حاجه متوفره نديروها. ممكن غير زرعه الكتان لا متوفره عندكم ما تحاولوا تطبخوها هكا، تحصلوا على واحد الخليط اللي متجانس هذا القوام، ونحاولوا نضيفوه للشعر ديالنا. نضيفوا معاه شي زيت ولا زيت الكوكو ولا اللي متوفر عندكم. صافي نتوما حصلتوا على ماسك اللي مغذي للشعر في نفس الوقت. وهذا الماسك نتوما الدراري اعتمدوه. حنا كنهملوا الشعر ديالنا بصراحه. كنهتموا بحاجه اخرى، كنهتموا بلي ماسك، بلي بوماج للوجه، الترطيب، العنايه، الاهتمام. ولكن كنساو شعرنا. فالشعر كيبغي العنايه. اي حاجه اعتنينا بها نحصلوا على نتيجه مزيانه. نديرها شي حاجه اللي منطقيه. سمينا بحاجه راه نحصلوا على نتيجه مزيانه، ما اهتميناش راه ما نحصلوش على نتيجه مزيانه. حتى الشعر كيبغي الماسك، حتى هو كيبغي لي ماساج، كيبغي شحال من حاجه. هو كيبغي الترطيب، كيبغي العنايه، الاهتمام، كيبغي حتى هو ماشي طوال، كيبغي لي فيتامين، كيبغي بزاف ديال الحوايج. ماشي اجي نقول الشعر مالا ما كيطوالش، هذه ما كتزادش ليا، هذه راه منا كلشي غلط منا. حنا ما كنهتموش بالحاجه ومن بعد تنقولوا راه ما كنحصلوش على نتيجه. المهم الاخوان ما تنساونيش لا بالتعليق ديالكم، لا بالدعم ديالكم، لا باي حاجه. وهاد القناه راه القناه ديالكم، راه من 2019 تقريبا. يعني قناتي وقناتكم وقناه الجميع. كنشاركوا فيها الوصفات العامه اللي فيها استفاده. ما كنشاركش حاجه اللي ما فيهاش استفاده، وداك الشيء راكم عارفين. الحاجه اللي تعم بالفائده والمنفعه العامه راه كنشاركها. ونقبلوا على اختكم. هادشي اللي وجد عندي هاد الساعه. راه ما غنبقاش نغبر عليكم. مره غنتفكركم حتى نتوما تفكروني في نفس الوقت. كنشكر بالنسبه للاخوان والاخوات اللي مازال معايا على تواصل من 2019 ملي فتحت القناه الى يومنا هذا. كنشكركم بزاف لا الرسائل ديالكم، على التشجيع، على اي حاجه. كنشكر العائله اللي مازال متبعيني، الاصدقاء، كلشي تقريبا كنلقى لي تعاليق ديالكم لكلشي. يعني لي كومونتير كلشي كنلقاه، كلشي كنقراه، كنتجاوب معاكم. يعني راه كلشي حاضر ما شاء الله تبارك الله. لا الاصدقاء لا العائله كلشي كنلقى التعاليق ديالكم. راكم كتحفزوني وشكرا
شكرا لكم بزاف على الدعم ديالكم وعلى المساعده ديالكم. هاد القناه راه ديالكم، واخا كنغبر عليكم مره